السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، يعني الدرس اللي فات انتهت قصة سيدنا أبي بكر الصديق، صديق الأمة الأكبر، أعظم تلميذ من تلاميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والليلة هنبدأ في سرد قصة من قصص واحد من أنجب تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعجز اللسان عن وصف هذا الصحابي الجليل وعن إن احنا نتكلم عنه. لو حبيت أن نتكلم عن صحابي هذه الليلة مش هقدر أقول غير إن أنا أعمل كده واسكت، لأن ما فيش أي كلام هلاقيه يقدر يوفي حقه رضي الله عنه وأرضاه. صحابي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، صحابي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه. كان القرآن ينزل موافقا لقوله في بعض الأحيان رضي الله عنه وارضاه. صحابي أعز الله به الإسلام والمسلمين، وأذل الله به أنوف الفرس والروم، وكثرت الفتوحات الإسلامية حتى بلغت رقعة الإسلام في هذا الوقت إلى ربع الكرة الأرضية بفضل الله. صحابي جليل كانت شياطين الإنس والجن كانت تفر من أمامه رضي الله عنه وارضاه. صحابي لقب بالفاروق، أظن عرفتوه ولا لسه عايزين نوضح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ده بيفكرني بواحد كان بيكلم صاحبه فبيقول له: أنت عارف مين خاتم الأنبياء؟ مين بقى فالراجل سكت كده وحط يده على دماغه وقال له: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما مش عارف. قال له: امال كنت بتصلي امال كنت بتصلي على مين؟ واخد بالك؟ ففاروق الأمة دي كلمة علم على مين؟ على عمر بن الخطاب. حينما تسمع كلمة فاروق الأمة تعرف ان هو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة يا جماعة سيدنا عمر طبعا كان ثاني الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فسبحان الله، تعالوا نبدأ قصة سيدنا عمر بن الخطاب، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الليلة دي أو النهاردة بالذات هنبدأ نعرف سيدنا عمر، نقول إيه بطاقة تعريفية كده، نفتح البطاقة الشخصية لسيدنا عمر بن الخطاب، نشوف مين هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اسمه هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى. هو كان قرشيا من بني عدي. المهم، كان يلقب بالفاروق، وكان يكنى أبا حفص. كان يلتقي في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. كان يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي. يبقى كنيته يا جماعة أبا حفص. أبو حفص يعني هو حفص حفص ده اسم من أسماء الأسد. الأسد على فكرة عند العرب ليه حوالي 500 اسم، دي أسماء كتيرة جدا جدا. الناس فاكرة إنه ليه اسمين ثلاثة، لا، ليه حوالي 500 اسم من أسماء الأسد، كان من ضمنها حفص. فسيدنا عمر بقى أبو حفص، أبو الأسد. فعايزين نعرف أخبار أسود الأمة النهاردة إيه. ربنا يرد الأمة إن شاء الله إلى عصر العزة والتمكين بفضل الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر كان ليه مكانة كبيرة جدا في قريش، كان له السفارة في قريش، بمعنى ان لو حصل خلاف بين اي قبيلة من قريش وبين اي قبيلة تانية، كان السفير الذي يذهب ليعقد شروط الصلح ويقرب بين القبيلتين كان هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. كان ليه مكانة طبعا كبيرة، وكان طبعا صاحب هيبة ووقار، لانه كان قوي جدا وشخصيته قوية جدا جدا. كان الكل يخاف ويهاب سيدنا عمر ابن الخطاب. مولده اتولد امتى يا جماعة؟ اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنة. أصغر من النبي بكم سنة يا جماعة؟ ب 13 سنة، لأن النبي اتولد في عام الفيل. بل زي ما قلت لكم قبل كده إن وقفت على رواية صحيحة إن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في يوم الفيل، اليوم اللي حصل فيه حادثة الفيل، النبي كان اتولد في نفس اليوم. خدت بالك؟ فسيدنا عمر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم ب 13 سنة. لما النبي بعث كان عنده 40 سنة. خدت بالك؟
كان سيدنا عمر ساعتها أصغر منه ب 13 سنة طبعا. كان عنده كم سنة؟ 27 سنة. سيدنا عمر أسلم في عام 6 للبعثة، في عام 6 للبعثة، يعني أسلم عمره كم سنة؟ 33 سنة. خد بالك 33 سنة. النبي لما هاجر كان عنده 53 سنة، كان سيدنا عمر عنده 40 سنة. لما النبي مات كان عنده 63 سنة، كان سيدنا عمر عنده كم سنة؟ 50 سنة. قعد سيدنا أبو بكر سنتين وشوية في الخلافة، فتولى عمر الخلافة عنده 52 سنة وشوية، خدت بالك، وتوفي وعنده 63 سنة على نفس سن سيدنا عمر، سيدنا النبي عليه السلام وسيدنا أبو بكر. النبي عليه السلام مات وعنده 63 سنة، أبو بكر برضه مات وعنده 63 سنة، عمر برضه مات وعنده 63 سنة. وشوف التشابه العجيب ده. ولذلك كان الصحابة دايما يقولوا إيه؟ سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. كان في التصاق شديد جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ده يدينا درس جميل جدا يا جماعة نطلع بيه من الفقرة دي. وإحنا الحقيقة مش هنقف مع القصة نفسها، هنقف مع دروس وعبر من قصة سيدنا عمر. الدرس الأولاني اللي هو إيه؟ سيدنا عمر أسلم عنده كم سنة؟ 33 سنة. 33 سنة، يبقى ليست العبرة بالسبق وإنما العبرة بالصدق مع الله. خدت بالك؟ يعني الإنسان اللي عنده 30 سنة لحد النهاردة ما حفظش القرآن ما ييأس من نفسه، ابدأ من النهاردة. خدت بالك؟ واللي لسه ما لبستش الحجاب وعندها 30 سنة ما تيأس، تلبس الحجاب النهاردة. واللي لسه ما طلبش العلم وعنده 40 سنة يبدأ من النهاردة. أنا أذكر يعني حاجة كانت قصة كنت شفتها بنفسي. كنا بنصلي في مسجد، وبعدين طلع راجل كده كبير ما شاء الله وشه منور، فدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل رد عليه السلام، وبدأ يتكلم كلمتين. قال لهم أخوكم في الله فلان الفلاني، هو كان عنده حوالي 80 سنة، فقال أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس بيحسبوه بيهزر، يعني هو مش بيهزر، هو بيتكلم جد. فالناس قالوا 8 سنوات ازاي ده حضرتك يعني؟ قال لهم أنا فعلا عندي 8 سنوات، أنا عمري اللي مكتوب في البطاقة 80 سنة، لكن أنا التزمت وبدأت في طلب العلم والدعوة إلى الله من 8 سنوات. فعمري اللي فات ده لا أتشرف به، وإنما عمري بدأ فعلا من عمر دعوتي إلى الله عز وجل، عمري 8 سنوات بالفعل. هي دي يا جماعة، هي دي المسألة، إن ياما ناس عاشت سنوات طويلة جدا لكن ليس لها أي أثر ولا أي فعل عملته ولا أي حاجة قدمتها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. وياما ناس عاشت فترات بسيطة جدا. يعني على سبيل المثال يا جماعة لو تفتكروا لما ذكرنا قصة سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة أسلم قبل موت النبي بكم سنة؟ 4 سنوات فقط. 4 سنوات. في خلال 4 سنوات بقى مين؟ بقى أبو هريرة. أكثر واحد من الصحابة أو من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه ما ضيعش وقت يا جماعة؟ يعني المسألة إيه؟ والله أصلا أنا التزمت متأخر، أصلا أنا أسلمت متأخر. لا، ما فيش حاجة اسمها متأخر. يوم ما ربنا يكرمك وتلتزم خلاص التزمت، اطرح بقى اللي ورا ده، فاهم ازاي؟ اطرح عمرك اللي فات ده ورا ظهرك وابدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى وعوض اللي فات. حتة ايه؟ استدراك ما فات. وده اللي حصل مع كتير من الصحابة، يعني من بينهم مثلا حكيم بن حزام. حكيم بن حزام احنا قلنا يا جماعة في الدرس اللي قبل اللي فات انه أسلم بعد 21 سنة من البعثة في عام فتح مكة، مع انه كان من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كانت عمته مين؟ خديجة بنت خويلد، لدرجة ان هو كان هو اللي اشترى زيد بن حارثة واعطاه هدية لخديجة بنت خويلد. وخديجة رضي الله عنها وارضاها لما لقت الحب اللي بين النبي وبين زيد بن حارثة اعطته هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك عامل ازاي؟ فحكيم بن حزام كان قريب جدا من النبي، ورغم ذلك لم يسلم الا بعد 21 سنة. لكن لما اسلم، خد بالك بقى، شوف بقى الكلمة، ونفس الكلمة اللي هيقولها حكيم هي نفس الكلمة اللي قالها مين؟ عكرمة بن ابي جهل. خدت بالك؟ قال له ايه؟ قال له يا رسول الله، والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك. هي دي المسألة. أنا عملت موقف في عداوتك لازم أعمل أضعافه فين؟ في نصرتك. وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها إيه؟ في نصرتك. خد بالك بقى. ثم سأله قال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال أجل. أما علمت يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ يعني خلاص اللي فات ده إنسات مسح إيه بأستيكة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. ولذلك لما تذكر في رواية ذكرها المنذري بسند جيد، كان جه واحد راجل كبير في السن للنبي عليه الصلاة، احنا هنرجع تاني لرواية الحكيم. جه واحد كبير جدا في السن سقط حاجباه على عينيه، من كتر ما سنه كبير حواجبه سقطت على عينيه. فقال له يا محمد، وكان لسه ما أسلمش، قال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. أنا الذنوب اللي عندي لو حبيت تقسمها كده على كل أهل الأرض
مش كل واحد ياخد ذنب، لا تغرقهم كلهم. فالنبي عليه السلام شوف بقى نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، ما يأس حد أبدا من رحمة الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: أشهد. قال: إذن فأبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالراجل برضه سأل، إن برضه هو عارف هو عمل إيه. قال: يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. أصل أنت تعرفش أنا عملت إيه، ده أنا عملت بلاوي. وغدراتي وفجراتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك. فالرجل خرج مكبرا: الله أكبر الله أكبر. فضل يكبر حتى غاب عن عين النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لقصة سيدنا حكيم. فسيدنا حكيم إيه اللي عمله يا جماعة؟ خلاص بقى من ساعة ما أسلم ما ضيعش لحظة يا جماعة إلا واستثمرها في طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي وهو راض عن حكيم بن حزام. حكيم بعد كده راح يحج بعد النبي عليه السلام 3 مرات. مرة خد فيها 1000 شاة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. المرة الثانية خد 100 ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم. المرة الثالثة خد 100 عبد وجعل في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها: عتقاء للرحمن. ثم جاء في يوم عرفة وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم من أجلك وأنت أولى بالمسامحة، فأعتق رقبتي من نار جهنم. خدت بالك؟ ولما جه يموت بقى بعدها، رجع من الحاجة دي على طول، مات بعدها بأيام. فلما رجع بقى ونام على فراش الموت قال كلمة جميلة قوي توضح قد ايه كان عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وقد ايه كان عنده رجاء عالي في الله. كان يقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات عند تلك الكلمة. ما هو ربنا يا جماعة فتح لنا باب الأمل في كل حاجة. يعني في حديث جميل قوي رواه الترمذي بإسناد حسن، حديث قدسي. شوف ربنا بيقول ايه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. شوف يعني تاخد من هنا درسين برضه. الدرس الأولاني لما ربنا بيقول يا ابن آدم، طب وليه يا ابن آدم؟ ليه ما قالش يا مسلم يا عبد الله يا مؤمن أي حاجة؟ لا، يا ابن آدم أنا بذكرك، كأن ربنا بيقول لك أنا بذكرك أن أباك آدم عليه السلام قد عصاني، فلما تاب تبت عليه، وإنت ابنه فهتعصاني برضه، لأن ما فيش حد معصوم إلا الأنبياء. خدت بالك؟ فلما هتعصاني توب إلي عشان أتوب عليك. خدت بالك المسألة عامله إزاي؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. هتغفر لي يا رب؟ هتغفر لي الذنب الفلاني ولا لا؟ لا لا، على ما كان منك. المهم ما يكونش مظالم في حق البشر، لأن المظالم بالذات ما تتغفرش إلا بمسامحة البشر نفسهم. لازم إيه يعني؟ تطلب منه أن يسامحك. خدت بالك؟ يبقى إيه؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا يا رب، في ناس ذنوبها أكتر من كده كمان. طب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا والله، ده في ناس ذنوبها أكتر وأكتر كمان بقى. خدت بالك؟ فقال جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، بس بشرط واحد بقى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. هي دي المسألة يا جماعة. فسيدنا عمر بدأ إسلامه وهو عنده 33 سنة. يبقى أنت النهاردة لما يكون سنك كبر ولسه ما بدأتش التزام، لسه ما بدأتش تصلي، لسه ما لبستش حجاب، طول عمرك كنت عاقل والديك ولسه هتتوب النهاردة، طول عمرك كنت بتأذي الناس ولسه هتتوب النهاردة وتتحلل من المظالم، لسه لما تعرف هذه الأشياء تقول مش مشكلة، ده سيدنا عمر أسلم وعام 33 سنة. يبقى أنا ما يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله أفتح صفحة بيضة مع ربنا سبحانه وتعالى، صفحة جديدة، وأبدأ من النهاردة وأعزم على أن أنا أعمر حياتي كلها بالتوبة وطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أذكرك بقصة الفضيل بن عياض لما وجد رجلا غافلا عن طاعة الله. هي دي المسألة، حتة أن أنت ما تيأس حد من رحمة الله. فقال له الفضيل: يا أيها الرجل كم عمرك؟ قال 60 سنة، عندي 60 سنة. فقال له: إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنك منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقى، أنت خلاص قربت. خدت بالك؟ فقال رجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة ولا أنت بترددها كده وخلاص؟ فقال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع، ما أنا كده عبد لله ولازم هرجع له وهقف بين إيديه وهيحاسبني. فقال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فالرجل قال له: يعني أنت كده إيه بالبلد كده عقدتها لي، طب الحل بقى؟ ما هو دي المشكلة يا جماعة،
إن العالم فعلا، العالم بجد لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله أبدا. إحنا أمة وسط يا جماعة، لا تقول للناس ده أنتوا كلكم في النار، ولا تقول لهم أنتوا كلكم في الجنة، ولا تحكم لأحد أصلا إنه من أهل الجنة ولا من أهل النار. إنما تدل العاصي على التوبة، وتدل المطيع على الاستزادة، أنه يستزيد. قال له الرجل: ما الحيلة يرحمك الله؟ أعمل إيه؟ قال: الحيلة يسيرة. ما أنا لازم أيسر لك أمر التوبة، ما جيش أحط لك عقد وكلاكيع في أول طريقك للتوبة، هتلاقي نفسك مش قادر تخش. خدت بالك؟ زي لما تيجي النهاردة مثلا لواحد فنان مغني بيرقص، وبعدين عايز يتوب، فلما يجي يقول لك أنا عايز أتوب، فتقول له خد بالك بقى، كل الفلوس اللي انت كسبتها دي كلها حرام، لازم تتخلص من الشقة. ويقول لك أنا ما طلعتش من دنيتي، وانت عارف هم أغلبهم يعني مساكين، ما بيطلعش من دنيته غير بحتة شقة وحتة عربية وهدمتين بيلبسهم، وكل فلوسه مصروف على إيه؟ على المتع والكلام. يجي يموت تلاقيه مفلس، ما تلاقيش معاه حاجة خالص بمرة. فيقول لك أنا ما حلتش غير العربية اللي معايا وحتة شقة اللي أنا فيها. يوم واحد يقول له إيه؟ طب بص بقى، الشقة دي تديها لأي حد، والعربية دي ترميها، وتعالى بقى بهدمتك، ولا بلاش هدمتك كمان، هدمتك كمان حرام، تعالى بقى أنا أديك هدمة من عندي، وتعالى بقى إيه وتجرب بقى كده إيه وابدأ التوبة. هيقول لك خلاص مش عايز، صح ولا لا؟ إنما الصحيح في المسألة دي يا جماعة إيه؟ طب خير إن شاء الله، ربنا يكرمك، ده باب التوبة مفتوح، تعالى واقعد كلمه ودله على الصلاة والعبادة والتوحيد وعلمه دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هو بعد كده هيسألك طبيعي: طب والشقة اللي أنا قاعد فيها ديت، والفلوس اللي أنا جمعتها، والعربية اللي أنا راكبها، قول له كل ده من حرام، صح، أنا معاك، لكن أنا ما أقدرش إن أنا أشق عليك وأقول لك اتخلص من كل ده، اقعد في الشارع. لكن لما ربنا يفتح عليك بعد كده من مال حلال، يبقى تخلص بقى من الحرام القديم ده، طالما ربنا أخلف عليك بالحلال، صح ولا يا جماعة؟ يا جماعة يعني الأصل إن إحنا ما نعقدش الناس وما نكلكعش، ومش معنى كده إن أنا يعني بضحك على الناس ولا بترخص لهم يعني برخص غير شرعي، لا، ده هو ده الأصل يا جماعة. طب ندي مثال بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عمرك سمعت، اقرأ في سيرة النبي عليه السلام واقرأ في سيرة الصحابة، عمرك سمعت مرة عن صحابي جه للنبي أسلم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي سأله تعالى أنت بتتاجر في إيه؟ فلوسك جايه منين؟ أنت عايش في البيت ده جاي منين؟ النبي سأله عن كده؟ ما سألوش، لأن المسألة فيها مشقة يا جماعة، ما أقدرش أقول لحد اطلع من بيتك اقعد في الشارع. خدت بالكم المسألة عامله إزاي؟ فالمسألة عايزة حكمة، عايزة حكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا. فالأصل في المسألة دي يا جماعة إن إحنا لا نقنط حد من رحمة الله، ولا إيه، ولا نجرأ حد على إيه، على معصية الله. فالراجل بيقول له: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة، أن تتقي الله، خد بالك فيما بقي في العمر اللي جاي ده، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مش يغفر لهم، لا، يبدل لهم إيه؟ السيئات. ولذلك كان من فقه سيدنا عمر ومن الدعابة الجميلة بتاعته، كان لما يقعد مع الصحابة يقول لهم: إني لمن أكثركم حسنات. إزاي ده يا أمير المؤمنين؟ يقول: لأنني قبل الإسلام كنت من أكثركم سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات. كان يعني من باب الدعابة بين سيدنا عمر وبين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طيب شكل سيدنا عمر كان شكله إيه؟ كل اللي أقدر أقوله لك إن كل اللي هتتخيله عن شكل سيدنا عمر هيبقى صح. خدت بالك؟ طبعا كل الناس متخيله سيدنا عمر إيه؟ طويل جدا، عريض جدا، قوي جدا، إيديه ما شاء الله، رجليه ما شاء الله، صوته ما شاء الله. خدت بالك؟ كل ده صح فعلا، دي من أوصاف شكل سيدنا عمر. كان أبيض الوجه مشرب كده بالحمرة، وكان جميل العينين والأنف والفم، كان شكله حلو جدا ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه. وكان أصلع، كان أصلع شديد الصلع، وكان يخضب بالحناء، وكان طويل جدا، كان لدرجة وهو ماشي تظن ان هو راكب دابة، يعني لو هو جاي من بعيد كده ماشي تقول هو راكب ايه، فاهم ازاي؟ لانه ما شاء الله كان طويل جدا رضي الله عنه وارضاه. وكان غليظ القدمين والماء وايه والرجلين، كان رجليه ما شاء الله مليانه وايديه ما شاء الله مليانه. وكان من وصف ام المؤمنين عائشه في سيدنا عمر، قالت: كان عمر اذا مشي اسرع، واذا تكلم اسمع، واذا ضرب اوجع، كل حاجه عنده واضحه. يعني خد بالك، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب في شبهه هنا بقى يا جماعه، بعض الناس لما يقرأوا في بعض الكتب يقول لك انا قرأت ايه في بعض الكتب ان سيدنا عمر كان ابيض، بعض الكتب الثانيه تذكر ان سيدنا عمر كان اسمر، صح ولا لا؟ فيقول لك لا خلاف بين ذلك، يعني ما فيش اي شبهه ولا حاجه، كل ما في الامر ان فعلا سيدنا عمر اصلا كان ابيض، بس جه في عام المجاعه يا جماعه سيدنا عمر حرم على نفسه ان هو ياكل لحم او ياكل اي يعني خبز طريقه او اي حاجه، كان ياكل خبزا وزيتا.
خدت بالك؟ حرم على نفسه جميع أنواع وهو كان طبعا كان في غاية الزهد رضي الله عنه وارضاه. فتغيرت بشرته من البياض إلى شيء من السمار، وكان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فلما تقرأ إن هو كان أبيض يبقى كان قبل عام المجاعة، أسمر يبقى بعد عام المجاعة رضي الله عنه وارضاه. كل ده يا جماعة عشان إيه؟ عشان خاطر الإسلام. بالله عليك أنت قدمت إيه للإسلام بقى؟ شوف بقى سيدنا عمر كل حاجة فيه اتغيرت عشان إيه؟ عشان يخدم دين الله سبحانه وتعالى. ولدرجة هتشوف دلوقتي أشياء والله العظيم يا جماعة، الواحد وهو بيتكلم عن سيدنا عمر كانوا بيتكلم عن شخصية من الخيال، لولا النقل الصحيح ما صدقنا. لأن أنت وأنت أنا وأنا بحضر قصة سيدنا عمر والله وقفت على بعض المواقف ما بقتش مصدق نفسي. يعني طب أكتبها ولا ما أكتبها؟ طب أقولها ولا ما أقولهاش؟ حاجات صعبة جدا إن حد يصدقها، إن في بشر في الدنيا ممكن يعمل هذه الأشياء إلا إنسان فعلا عنده يقين فيما عند الله لدرجة مش بدرجة 100%، 1000%. خدت بالك؟ وما أقدرش أقول غير كلمة واحدة: هو تلميذ النبي. دي كفاية. ولذلك طالما بقول لك هو تلميذ النبي يبقى خلاص تخيل أي حاجة. تعالوا نكمل القصة سيدنا عمر بس بعد هذا الفاصل. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحينا لجيل طاب للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنرجع مرة تانية يا جماعة للتعريف بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف أولاد سيدنا عمر. كان عنده أولاد قد إيه؟ كان عنده 13 ولد وبنت. يعني سبحان الله. طبعا ما كانش فيه ولا تحديد نسل ولا حسنين ومحمدين، واخد بالك، ولا حد خالص، ولا بقى يجيبوا لك واخد بالك واحدة شايلة عيلين على دماغها واثنين على كتفها وشايله واحد وبعدين يقولوا لها مش قلنا لك يا شلبيه تروح الوحده الصحيه. الحياه ديت يعني لا، كان عندهم ما شاء الله الحياه ديت يعني ربنا يعزهم يا رب. فكان عنده جمله اولاد وكان عنده 13 ولد وبنت. طبعا اشهرهم كان سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان اكثر الناس او اكثر واحد من الصحابه يعني بيتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان اكثر الناس فعلا تاسيا بالنبي كان عبد الله بن عمر. مين تاني مشهوره؟ اللي هي حفصه بنت سيدنا عمر اللي هي زوجة النبي فيما بعد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة وعاصم. طبعا انتوا عارفين سيدنا عاصم هنحكي قصته بعد كده لما تزوج بنت بائعة اللبن، اخد بالك، فأنجبت له ليلى، وبعدين ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان فأنجبت له عمر ابن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنهم جميعا. خدت بالك؟ كان من ضمن الحاجات الجميلة في سيدنا عمر ان كان ليه 3 أولاد مسمين باسم واحد، اللي هو ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن الأكبر، عبد الرحمن الأوسط، عبد الرحمن الأصغر. ليه كل ده؟ لأنه سمع النبي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، سمع النبي مرة بيقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فراح مسمي ال3 عبد الرحمن، وهو كان عنده عبد الله اللي هو عبد الله ابن عمر. خدت بالك؟ طبعا سبحان الله كان يعني حب الأولاد وتربية الأولاد كانت في غاية الحسن حتى قبل الإسلام. كان بيربي أولاده على الرجولة والخشونة وعلى الشجاعة وعلى يعني حاجات كتيرة جدا وعلى الكرم. كان في حاجات كده يعني موجودة في عمر حتى في الجاهلية. جاء الإسلام فزكى ما في قلبه بفضل الله سبحانه وتعالى، فبقى هو فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وارضاه. طيب تعالوا نشوف الألقاب التي لقب بها عمر بن الخطاب والكنى التي كان يكنى بها رضي الله عنه وارضاه. طبعا قلنا ان هو كان يكنى بأبا حفص أو بأبي حفص. أبو حفص اللي هو إيه؟ أبو الأسد زي ما قلنا قبل كده. وقيل إن أول من سماه أبا حفص مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولقب أيضا بالفاروق لأن هو وعلى فكرة اللقب ده سيدنا عمر فاز به من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في أول يوم أسلم فيه، لأن كان إسلامه كان سبب في عزة الإسلام والمسلمين في الوقت ده. كان الكل مختبئ في دار الأرقم، وهتشوف لما أسلم طلعوا ما شاء الله صفين، صف على رأسه سيدنا عمر والتاني على رأس سيدنا حمزة، فكانت عزة كبيرة جدا، فسماه النبي في هذا الوقت إيه؟ الفاروق، فاروق الأمة الأكبر. طيب طبعا ناخد من حتة الفاروق دي درس حلو قوي. هو فاروق الأمة الأكبر. طب يا ترى أنت ممكن تكون فاروق الأمة حتى ولو كان الأصغر؟
يعني يا ترى أنت ممكن تجهر بدعوتك وتبلغ أهل حتتك حتى دعوة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن تجتهد في الدعوة حتى في الجامعة بتاعتك أو في المدرسة أو حتى بين قرايبك، والأقربون أولى بالمعروف وأنذر عشيرتك الأقربين؟ هي دي المسألة، أن أنت تكون فاروق تفرق بين الحق والباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن الألقاب التي لقب بها سيدنا عمر أمير المؤمنين. اللقب ده على فكرة ما كانش معروف، يعني كلمة أمير المؤمنين كان لها مناسبة حلوة قوي. إيه هي؟ إن كان سيدنا عمر لما يعني بعد موت سيدنا أبو بكر لما تولى بقى الخلافة، كان صعب قوي يا جماعة ان هم يقولوا يعني سيدنا أبو بكر مين؟ خليفة رسول الله. طب اللي يجي بعده هيبقى ايه؟ خليفة رسول الله. طب واللي يجي بعديه يبقى خليفة مش هينفع نفضل خليفة لحد ايه؟ مسألة صعبة قوي، صح ولا لا؟ فكان لازم يبقى فيه ايه؟ حاجة تانية تتقال. فسيدنا عمر طلب من العامل اللي هو بيسموه كده المحافظ يعني بتاع العراق، يعني ان هو يبعت له رجلين عشان يطمئن على أحوال بلاد العراق. فبعت له 2. مين هم؟ بعت له لبيد بن ربيعة. ولبيد بن ربيعة زي ما قلنا قبل كده يا جماعة ده كان من الشعراء الكبار جدا اللي كان بتعلق الأشعار بتاعتهم على أستار الكعبة. فاكرين قصته؟ هات بالك. فلبيد بن ربيعة كان علق مرة قطعة شعر على جدار الكعبة كان يذم فيها القرآن ويذم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل مسلم غيور وكتب بعض آيات القرآن وحطها جنب القصيدة بتاعت لبيد بن ربيعة. لبيد بن ربيعة دخل الحرم فبص لقى حاجة متعلقة جنب القصيدة بتاعته فاستغرب، فجي يقرأها فقرأ كلام الرحمن سبحانه وتعالى فصرخ في أرض الحرم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما هذا بالشعر أبدا، وسجد في محراب التوحيد فأسلم وآمن بالله سبحانه وتعالى. لدرجة لبيد بن ربيعة ده كان من الشعراء الفطاحل، يعني كان من أصحاب المعلقات اللي بتعلق على الكعبة. سيدنا عمر بعد كده بيقول له يا لبيد اقرأ علي بعض الشعر، عايزك تقول لي كده بعض الشعر الجميل اللي كنت تقوله. فبدأ يقرأ ألف لام ميم. فسيدنا عمر قال له أنت تقرأ؟ قال له سورة البقرة. قال له ليه؟ قال له والله يا أمير المؤمنين ما كنت لأقرأ شعرا بعد أن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورتي البقرة وآل عمران، أبدا لا يمكن بعد كده أقرأ إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن سيدنا عمر لما بعت للمحافظ بتاع العراق يعني عامل العراق انه يبعت له رجلين عشان يعرف اخبار العراق، بعت له لبيد بن ربيعة وعدي ابن حاتم. فاكر عدي بن حاتم الطائي اللي هو كان اشهر ناس في العرب في ناحيه الكرم وكده والجود. فالمهم عدي بن حاتم هو ومين؟ هو ولبيد بن ربيعة الاثنين دخلوا على مين؟ على عمرو بن العاص فقالوا له استأذن لنا على امير المؤمنين. سيدنا عمرو اول مره يسمع الكلمه دي فقال من امير المؤمنين؟ قالوا عمر. قال طب وسميتوه امير المؤمنين ليه؟ قالوا له ألسنا نحن بالمؤمنين؟ قال لهم اه. قالوا وهو أميرنا؟ قال أيوة. قال خلاص يبقى أمير المؤمنين. فقال حلو والله. فراح دخل على مين؟ على سيدنا عمر فقال يا أمير المؤمنين مين؟ أنا؟ قال أيوة. هو مش واخد باله يعني. فقال له ده في 2 مستنينك بره، لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم. قال له ما الذي حملك على قولك أمير المؤمنين؟ قال له والله هم الاثنين جم فقالوا لي كذا، قالوا لي ألسنا بالمؤمنين؟ قلت لهم أيوة. وأليس هو أميرون؟ أيوة. فقالوا إذن هو أمير المؤمنين. فاستحسن عمر بن الخطاب هذه الكلمة، ومنذ هذه اللحظة لقب عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين. ناخد من الحتة دي درس جميل قوي يا جماعة، أو درسين كمان. الدرس الأولاني بس بعد ما تصلي على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم، قد إيه الصحابة يا جماعة كان عندهم ذوقيات عالية جدا جدا فوق ما تتخيل. هم مش كانوا في بيئة بدوية، وكانوا هم أصلا بدو ناس بسطاء جدا جدا، ورغم ذلك كان عندهم ذوقيات أعجب من الخيال. اللي عايز يتعلم الذوق بجد يا جماعة بجد، لا من الغرب ولا من الشرق، يتعلمها من النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. والله شوف الذوقيات الغريبة. يعني النهاردة ممكن تلاقي شاب مثلا بيكلم واحد كبير في السن، وبعدين وممكن يكون راجل صاحب منصب مدير عام أو يقول له اللي أنت كنت فين؟ لا ما فيش حاجة اسمها أنت، حاجة اسمها حضرتك، سيادتك، لو سمحت. يعني يبقى في ذوقيات، ومش عيب يا جماعة، ده ليس من النفاق ولا من الكلام ده كله، ده من الذوقيات الجميلة التي جاء بها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. 3 حاجات: توقر الكبير، ترحم الصغير، تعرف للعالم حقه. هي دي المسألة. والنبي بيقول ليس منا، ليس على هدينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، والذي قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي هو اللي علم دولت، هم دول تلاميذه، فهم اللي اتربوا على ايديه. فشوف الذوقيات الحلوة. ما ينفعش يخش يقولوا فين عمر، فلما يطلع سيدنا عمر مثلا يقولوا عمر ايه المشكلة يعني؟
مش انت يعني اخ لينا في الله ايوه اخ في الله، بس هو امير المؤمنين، يعني برضه يبقى فيه ذوقيات وفيه احترام وفيه توقير، ولازم ننزل الناس منازلهم. مش مشكله يا جماعه، يعني مش عيب ان انت لما تعامل واحد اكبر منك في السن او اكبر منك في المقام او اكبر منك في العلم او في المنصب، مش عيب ابدا ان انت تعامله معامله كلها احترام، بل بالعكس ده من يعني ابجديات الذوقيات في دين الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس بيبقى معاملتها يعني فيها نسأل الله العفو والعافية. خدت بالك؟ الحاجة الثانية إن سيدنا عمر لقبه النبي بالفاروق. خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم. اقعد اسأل نفسك، طب يا ترى أنا اسمي إيه؟ وخد بالك من حاجة بقى مهمة. ربنا قال إيه عن النبي يا جماعة؟ صلى الله عليه وسلم. قال إن هو إلا وحي يوحى. يعني خد بالك من حاجة، يعني النبي ما سماهوش الفاروق من عنده، دي من عند من؟ من عند الله. طب سيدنا أبو بكر الصديق لما كلمنا في قصته قلنا إيه؟ من الذي سماه الصديق؟ الله. الله. حتى سيدنا علي كان يقسم والله إن اسم أبي بكر إن اسم أبي بكر الصديق يعني نزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وسمي بذلك في ليلة الإسراء والمعراج، لما الناس كذبوه وقال أبو بكر إن كان قال فقد صدق. خدت بالك؟ أصدقه في أمر السماء أفلا أصدقه في بيت المقدس؟ مروحه لبيت المقدس ده يعني ده أمر بسيط جدا بالنسبة أن أنا بصدقه في مسألة الوحي كمان. خدت بالك؟ طيب اسم سيدنا عمر أو الكنية بتاعته الفاروق أو لقب بالفاروق. أنت اسأل نفسك وأنا اسمي إيه؟ ما هو الاسم بتاع سيدنا عمر جاء من عند الله، والذي سماه بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي عند ربنا إيه؟ عارف هتعرفه إمتى؟ اسمك الحقيقي. حديث جميل قوي رواه أحمد بسند صحيح عن البراء بن عازب، لما النبي بيحكي مسألة خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر. خدت بالك؟ فقال لك عن الكافر إيه؟ إن طبعا ملك الموت هتسبقه ملائكة تجهز الروح، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأس الرجل وينادي إما يا أيتها النفس الطيبة أو الخبيثة. خدت بالك؟ فأول ما يأخذ روح هذا العبد لا تدعوه الملائكة في يدي أو لا تدع روحه في يدي طرفة عين، بل تأخذ الروح وإيه وتضعها. لو كان مؤمن هيتحط فين؟ في حنوط من الجنة وإيه وكفن من الجنة. واضح كده؟ كما جاء في الحديث. طب لو كان كافر واخد بالك هيتحط في مسح من النار عياذا بالله وحنوط من النار. فإيه اللي بيحصل بقى؟ فيصعدون به. هي دي المسألة اللي أنا عايز أوصلها لك. فيصعدون به إلى السماء. فلو كان إنسان مؤمن خد بالك أول ما الملك يترك على السماء الأولى يقولون روح من هذه، وفي رواية أنهم لا يمرون بملأ من الملائكة إلا يقولون روح من هذه، يعني ريحة طيبة جدا ما شاء الله. فاسمه إيه دوت؟ فيقولون روح فلان ابن فلان. خد بالك بقى بأحب أسمائه إليه. يا سلام. أو بأحب أسمائه التي كان يسمى بها أو كانوا يسمونها بها على اختلاف الروايات. فهتعرف اسمك الحقيقي فين؟ في الحتة دي بقى. اسمك ايه؟ صادق ولا كاذب؟ مطيع ولا عاصي؟ منافق ولا مخلص؟ هتعرف هنا. خدت بالك المسألة عامله ازاي؟ فيعني حتة فعلا يوم تبلى السرائر كل ما أخفيت عن الناس هيظهر أمام الله سبحانه وتعالى. هي دي المسألة يا جماعة. عشان كده الواحد لازم يصلح قلبه ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. مسألة صعبة جدا. طب لو كان كافر ينادى عليه روح من هذه؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب تعالوا نشوف يا جماعة حياة سيدنا عمر قبل الإسلام. حياته كانت عاملة إزاي؟ يعني تتخيل كده سيدنا عمر ما شاء الله القوة والفتوة والعضلات دي كلها، كان بيعمل إيه قبل ما الإسلام هز بالإنسان؟ الإسلام ده يا جماعة خلى الإنسان حاجة تانية خالص. فسيدنا عمر كان عامل إيه؟ خد بالك بقى. كان عمر في الجاهلية رضي الله عنه وارضاه كان يشرب الخمر وكان يعبد الأصنام. ويقال يعني وإن كان الرواية لم أقف على صحتها أنه كان أحيانا يأتي بصنم من عجوة، يعني يجيب عجوة كده ويشكلها صنم ويقعد يعبدها ولما يجوع يأكلها. يقال هذا، فاهم ازاي؟ يعني رواية مشهورة عن الناس لكن الحقيقة لم أقف على صحة هذه الرواية. ويقال أيضا أنه وأد بنتا له دفنها في الجاهلية قبل الإسلام، وبرضه هذه الرواية لم أقف على صحتها. لكن شوف بقى سبحان الملك، عمر بن الخطاب اللي كان بيشرب خمر وكان بيأذي المسلمين ويعبد الأصنام هيتحول تحول بنسبة 180 درجة، مش 180 360 درجة بعد الإسلام. هي دي المسألة. الإسلام بيربي بينظم حياة الإنسان. بلاش ده كله، الإسلام بيخرج أو بيفجر طاقات الإنسان اللي جواه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كلفك بحاجة، وربنا لا يكلف نفسا إلا وسعها يا جماعة. يعني ربنا مش كلفك ب5 صلوات يعني معناها ان انت لا تتحمل 5، لان ربنا طالما كلفك بحاجة يبقى ايه
هو ده وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده منطق الآية. طب مفهوم الآية؟ إذن فالله يكلفك وسعك. واضح كده؟ هو ما بيكلفكش حاجة فوق الوسع، لكن بيكلفك الوسع. صح كده؟ واضحة كده ولا لا؟ طيب ندي مثال برضو يوضح المسألة دي. إزاي إن الإسلام والإيمان بيغير الإنسان يا جماعة من النقيض للنقيض التاني خالص. ندي مثال بس تصلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الخنساء رضي الله عنها وارضاها. قبل الإسلام يا جماعة الخنساء ديت كان ليها أخ وكافر مش مسلم، كان اسمه صخر. صخر ده خارج فقتله عدو له، فالخنساء حزنت عليه حزن شديد جدا وقالت والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. وبدأت تقول القطعة مقطوعة من الشعر كده حفظت، كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. تخيل. وفضلت تقول القطعة الشعر دي لمدة سنة وشوية. بعد كده ربنا أكرمها بنعمة الإسلام. كانت شوف بتبكي لمدة سنة خد بالك على واحد كافر. بعد الإسلام ربنا أكرمها بقى، طبعا كان جوزها مات وكل مش عارف إيه، وكان عندها 4 أولاد شباب. في معركة القادسية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب راحت مقدمة أولادها ال4. هي ما عندهاش حد في الدنيا غير أولادها ال4. أخوها مات وأبوها مات وأمها ماتت وجوزها مات، ما بقاش عندها غير مين؟ أولادها ال4 بس، ملاش حد في الدنيا تاني. فقالت اللهم إني لا أمتلك إلا أولادي ال4 فإني أحتسبهم عندك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وراحت جايبة أولادها قالت لهم يا أولادي والله إنكم أبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجنت نسبكم، فإذا ما دخلتم فتكفنوا وتحنطوا وأخلصوا في الجهاد في سبيل الله فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ال4 خشوا. لما واحد فيهم كده يتقاعس ويبدأ يعني يكسر شوية في جهاد، الثاني يقول له ألا تذكر أمنا إنها احتسبتنا عند الله سبحانه وتعالى، اوعى خش على طول. يوم داخل ال4 استشهدوا. جاء واحد من الصحابة يهنئها باستشهاد أولادها، فقال لها هنيئا لك فقد استشهدوا جميعا ال4. شوف الإخلاص يا أخي، إن تصدق الله يصدق. لما تقول يا رب أنا نظرت لك خلاص ال4 قابلهم سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فقالت إيه؟ قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لأحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقى معقولة الخنساء اللي كانت بتبكي على واحد كافر مالوش لازمة في الدنيا دي خالص، هي نفسها اللي كانت بتقدم أولادها ال4 اللي ملهاش أي حد غيرهم في الدنيا، هي إيه الفرق؟ الإيمان. إكسير الإيمان لما يسكب في القلب خلاص يفجر الطاقات الجميلة اللي جوه الإنسان بيتحول لحاجة تانية خالص يا جماعة. هي دي المسألة. حياة سيدنا عمر في الجاهلية، سيدنا عمر تقريبا احنا قلنا هيموت عنده 63 سنة، أسلم وعنده 33 سنة، يعني تقريبا قضى نص عمره في الجاهلية ونص عمره في الإسلام. شوف المسألة عاملة ازاي. ورغم ذلك لم ييأس واجتهد حد ما بإخلاصه لله سبحانه وتعالى وبرحمة الله من قبل ومن بعد بقى مين؟ بقى فاروق الأمة، فاروق الأمة الأكبر، وبقى أفضل واحد في الأمة بعد النبي وبعد أبي بكر. هي دي المسألة يا جماعة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال، والحديث رواه مسلم، قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. قيل له ثم من؟ قال عمر. خدت بالك؟ يبقى عائشة وبعدين أبو بكر وبعدين بعدها على طول عمر. خدت بالك؟ يبقى من الرجال أفضل واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة هو تحمل المسؤولية وهو سنه صغير جدا، لأن أبوه كان رجل شديد جدا ويعني غليظ جدا سبحان الله، ويعني ما كانش يعني كان بيشغله في رعاية الغنم، واخد بالك، وكان ما بيرحموش بقى، كان راجل شديد جدا وغليظ لدرجة سيدنا عمر كان يشكو من ذلك وما قدرش ينسى غلظة أبوه عليه أبدا حتى بعد ما كبر. كان يرعى له الغنم، وكان أحيانا يحتطب، أحيانا غير رعاية الغنم كمان كان يحتطب أحيانا. والفترة دي الحقيقة كانت فترة قاسية جدا في حياة سيدنا عمر لدرجة أن هو كان يكثر من ذكرها. وكان يعني في يوم من الأيام سيدنا سعيد بن المسيب بيقول حج عمر بن الخطاب فلما مر بالمكان الذي كان يرعى فيه الغنم كان يقول لا إله إلا الله العلي العظيم المعطي ما شاء لمن شاء، كنت أرعى إبل الخطاب يعني أبوه في هذا الوادي في مزرعة صوف، وكان فظا يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت. ثم تمثل عمر هذه الأبيات الجميلة من الشعر فكان يقول لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد،
لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت نواهلها من كل أوب إليها راكب يفد؟ حوضا هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. كان دايما نذكر هذه الأبيات عشان يذكر أي إنسان إن ما فيش حد حاله بيدوم يا جماعة. لا الفقير بيفضل فقير، ولا الغني بيفضل غني، ولا المريض بيفضل مريض، ولا يعني سبحان الملك كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. النهاردة واحد يعني يكتب عليه فقير واغتنى، غني وافتقر، وهكذا. فاهم ازاي؟ فالإنسان لازم يكون عنده أمل في بكرة، لازم يكون عنده أمل في الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الأمور هتتغير، وإن الخذلان وإن الهزيمة التي يعني وصلت إليها الأمة المسلمة إن شاء الله ستنجلي هذه الهزائم وستتحول إلى نصر، والنبي أخبر بذلك. ده درس إيه ناخده من الكلام الجميل ده؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بنصرة هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني إذن ملك الأمة الإسلامية هيبلغ الكرة الأرضية كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول في آخره: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. إيه دي المسألة يا جماعة؟ إنسان يكون عنده أمل في الله، يكون عنده يقين في الله. هنشوف يا جماعة إن شاء الله قد إيه سيدنا عمر. طبعا الدرس اللي جاي هنبدأ بقى في قصة إسلام سيدنا عمر. هتشوف قد إيه عظمة هذا الرجل، قد إيه الإسلام هيحوله من النقيض للنقيض. إنسان كان غليظ هيبقى في غاية الرقة، إنسان كان شديد هيبقى في منتهى اللين، إنسان كان بيؤذي المسلمين هيبقى أكتر واحد بيرحم المسلمين بعد أبي بكر. هات بالك، إنسان كان بيعمل كذا هتلاقي النقيض. وهي دي المسألة يا جماعة، إن الإنسان لازم الدين يغيره. يعني أنا التزمت، يعني إيه التزمت؟ يعني الحمد لله أسلمت قلبا وقالبا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني إيه التزمت؟ يعني خلاص خلعت توب الجاهلية على الباب ولبست توب الإسلام. المسألة يا جماعة سامحوني، المسألة ما بقتش لحية وما بقتش نقاب وبس، لا، اللحية دي البداية والحجاب هو البداية. الأصل بعد كده أنا هعمل إيه بعد كده؟ مش التحيت ولبست كده وخلاص، لا لا لا. الظاهر مطلوب طبعا، لكن مع الظاهر لازم يكون في عمل وفي باطن. خدت بالك؟ يبقى الإنسان يكون صادق، يكون أمين. الدين المعاملة، وإن كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح يا جماعة. فعلا الدين المعاملة. ناس كتيرة جدا تقول لك أصل يعني هي دي مش مظهر، أنا عايز معاملة، أنا عايز مسلمين. ولذلك قال صاحب الزلال كلمة جميلة قوي، قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا. مش كلامه بس، مش واحد يقول لك ده ما شاء الله ده فلان ده ما شاء الله بيتكلم حلو قوي وبيقول كلام جميل قوي، طب والعمل؟ لازم عمل. فاهم ازاي؟ ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا. خد بالك بقى، ثم نسخ النبي من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. شفت الكلام الحلو؟ نسخها إيه؟ بمداد إيه؟ نور الوحي، نور الكتاب والسنة. خدت بالك؟ ولكنه نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون. خلاص بقى خشوا بقى تعاملوا مع الناس، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. ولذلك يقول أحد العلماء: إننا في حاجة شديدة لأن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. جميل قوي إن الواحد يقول لا إله إلا الله لكن تعمل بمقتضيات لا إله إلا الله. هتفعلك جميل جدا إن أنت تتزيى بزي النبي ويظهر عليك سمت السنة، لكن في نفس الوقت لازم تعمل بسنة النبي. طب بلاش ده كله، طب ما أنا ممكن أكون ما شاء الله وملتحي وما شاء الله ولابس زي ما النبي كان لابس صلى الله عليه وسلم وماشي مكشر. هل النبي كان مكشر؟ عمر ما كان النبي كان مكشر. كان النبي بسام المحيا صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا جماعة الكلام عن سيدنا عمر
كلام جميل وناخد منه دروس كتيرة جدا، لكن يعني تبقى الصفحة مفتوحة إلى أن نلتقي معه في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله